ربما يزعج البعض منكم تسمية العدو، لأن تسميته تفرض إعادة تقييم لعدد من الصداقات الدولية، وتفرض طرح سؤال عما إذا كنا نستطيع أن نستمر كحلفاء للسعودية العربية وقطر، وهو بالضرورة يفرض علينا طرح سؤال حول غموض تركيا تجاه الأصول الإسلامية. نحن مجبرون على مراجعة أنفسنا وأن نعترف بأن الاتفاقيات الدولية والتحالفات التي قمنا بها جعلتنا في الظرف الراهن حلفاء للأصولية الإسلامية بدلا من أن نكون أعداء لها. لذلك أنا أقترح أن نقوم بتغيير تحالفاتنا ونعتبر أن كل الذين يكافحون ضد الأصولية الإسلامية حلفاء لنا بدون تحفظ، وهو بطبيعة الحال يشمل دولا مسلمة من الذين يكافحون الأصولية الإسلامية مثل مصر والإمارات المتحدة، وهو يشمل روسيا ويشمل إيران. انطلاقا من هذا التحالف الكبير يمكننا أن نكون فعالين ضد الأصولية الإسلامية.